الحديث عن موضوع القيامة والساعة وماذا سيحدث وكيف ستقوم وما فيها من أحداث ليس كلام سرد. ما الفائدة أن نعرف كيف سنموت وكيف سنحشر وماذا سنواجه يوم القيامة من عقبات؟ أمامنا يوم القيامة مراحل عقبة كؤود. ليس الهدف أن نعلم فقط، لا، الهدف أن نعلم ونستعد. ولذلك لما جاء الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ ماذا قال له؟ قال: ماذا أعددت لها؟ ليس المطلوب منك أن تعرف متى الساعة ولا متى ستموت ولا ماذا سيحدث يوم القيامة، لا، ماذا أعددت؟ هل أنت جاهز؟ هل تعرفون يا إخوان كم باقي على القيامة؟ تعرفون؟ باقي على القيامة أن يقال أنك مت بس، فقط. مجرد ما تموت بدأت القيامة بالنسبة لك. هذا هو الواقع. طيب والموت هل يستأذن أحد؟ الآن انظروا، صلوا في الراجح، كم جنازة نصلي عليها في اليوم؟ يتكلم معك الآن وبكرة الصباح تصلي عليه. إذن يا إخوان الحياة والله يا جماعة يعني الرحيل منها سهل. مجرد حادث ينهي حياتك، قرصة عقرب، لدغة ثعبان، سكتة قلبية، ما تدري، يرتفع ضغطك، ينخفض سكرك. فلازم نكون مستعدين. السؤال المهم الذي يجب أن يكون عندك موجود دائما: لو اليوم أنا مت، أنا جاهز؟ أنا مستعد؟ شوف، كل شيء احتمال يأتي أو لا يأتي. احتمال تكون تاجر واحتمال ما تكون تاجر، احتمال تنجب أولاد واحتمال ما تنجب أولاد، احتمال تتزوج احتمال ما تتزوج، احتمال إلا الموت. هل في واحد احتمال تموت ولا ما تموت؟ لا يمكن. الله أقسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في الآخرة، في آخر آيات يقول: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الموت. إذن يا إخواني، الحديث عن هذا الموضوع قبل ما نبدأ فيه هو يجب أن يكون له أثر في حياتنا. وهذا معنى الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ما هو اليوم الآخر؟ هو ما نحن مقبلون عليه. سنتحدث عن اليوم الآخر. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم لا نهاية له، يوم طويل وله أسماء عديدة. ولعظمة هذا اليوم الله سبحانه وتعالى يرسل لك إشارات وعلامات. انتبه، هناك علامات صغرى وهناك علامات كبرى. علامات الصغرى ظهر 90% منها، ومن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت آية قبل 1400 سنة، وهي قول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وآية أخرى: اقتربت إيش؟ الساعة وانشق القمر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. هذا الكلام من متى يا جماعة؟ من 1400 سنة. إذن الأمر نحن مقبلون على النهاية واقتربت. ومبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى. وهناك علامات 10 كبرى. ما هي هذه 10؟ أسردها لك لتعرف كيف سينتهي هذا العالم الذي نحن فيه. أولها أن يخرج المسيح الدجال. هذه أول علامة من العلامات 10. وهو رجل أعور، فتنة من أعظم الفتن التي ما من نبي إلا حذر أمته منه. ما مر نبي إلا ويحذر أمته من هذا الدجال. ونحن في كل صلاة من صلاتنا نتعوذ من الدجال. هذا الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما، أيامه مختلفة، يتنقل بين الأرض، ولذلك يذهب إلى مكان
اليوم فيه طول سنة، هل يوجد في الأرض الآن أماكن اليوم فيها طول سنة؟ نعم يوجد أماكن لا تغيب الشمس فيها إلا ساعات في السنة كاملة، النهار فيها يزداد على 6 أشهر و7 أشهر، موجود الآن. فهو يصل إلى ذلك المكان يوم طوله سنة، ويوم طوله شهر، ويوم طوله جمعة يعني أسبوع، وباقي أيامه مثل أيامنا هذه. إذن معظم الوقت سيقضيه في هذه الأرض التي نحن فيها، ينطلق يعيث في الأرض فسادا، يفتن الناس في دينهم، يجري الله عز وجل على يديه خوارق من خوارق الأمور يختبر فيها المؤمنين، لا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. فأسأل الله ألا يعرضنا للدجال، لأنه مصيبة فتنة. يأتي إلى الرجل فيخرج، يقول هذا قبر أبوك؟ فيقول نعم، يضرب على القبر فيخرج، الذي يخرج ليس أبوك، لأنه لا يمكن أن تموت نفس فتعود إلا يوم القيامة، هذا كلام الله عز وجل. لكن الذي يخرج شيطان على هيئة أبيك فيقول يا ولدي اتبعه فإنه على الحق. أسألك بالله، أبوك لما يطلع من القبر ويقول لك اتبعه، ألا تتبعه؟ فتنة. يجلس في الأرض 40 يوم كما قلنا. في أثناء ما هو موجود تنزل الآية الثانية، وهي نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل تحمله الملائكة، ينزل وقت الفجر، فإذا نزل وإذا بالناس تجتمع لأداء الصلاة فلا يصلي فيهم، يقول تقدم يا نبي الله، فيرفض أن يصلي فيهم إكراما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي مأموم وهو نبي من كرامة هذه الأمة. ما هي مهمة عيسى بن مريم؟ عيسى بن مريم يمكث في الأرض 7 سنوات، ينطلق في الأرض، أول مهمة يبحث عن الدجال لينتهي من فتنة الدجال، فيبحث عنه يبحث عنه يبحث عنه حتى يدركه في فلسطين في موقع اسمه باب اللد. الدجال أين سيخرج؟ سيخرج في أصفهان في إيران. وأين سيوجد ويموت؟ سينتهي ويموت في باب اللد في فلسطين. ما يلفت انتباهكم هذا الأمر إلى شيء؟ إيران هناك الرافضة، وفلسطين هناك اليهود الآن. سيخرج من أرض الرافضة ويموت في أرض اليهود. إذن اليهود والرافضة هم على قلب واحد ولو أظهروا لك العداء. لا يمكن أن تجد الرافضة إلا وهم على قلب واحد مع اليهود. ولذلك اليهود لما تبحث عنهم الآن تجدهم في إيران موجودين في أصفهان 70,000 يهودي هم الذين سيخرج عليهم المسيح الدجال، وينطلقون معه يعيثون في الأرض شرا وفسادا. فيدركه عيسى بن مريم عند باب اللد. فإذا عيسى بن مريم رأى الدجال يذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه ويضربه بخنجره ويقول إن لي فيك ضربة لن تخطئها، فيقتله فتنتهي فتنة المسيح الدجال. يعود عيسى بن مريم إلى الأرض يدعو الناس إلى دين الله. في أثناء ما هو يدعو ينهدم السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبين يأجوج ومأجوج، وهذه هي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى. فإذا انهدم السد انطلقوا يموج بعضهم في بعض، يعني ينطلقون كالأمواج من كثرتهم، بشر لا يحصيهم إلا الله. يعني أقرب لك عددهم في بحيرة اسمها بحيرة طبرية. هذه البحيرة في شرق فلسطين، طولها 30 كيلو، وعرضها أقصى عرض لها تقريبا 4 كيلومتر. تخيلت الآن خزان هذا الماء 30 كيلو في 4 كيلو، يعني 120 كيلو متر مربع. هذه البحيرة مليانة ماء، يمرون عليها وهم يمشون يشربونها. فإذا وصل آخر واحد فيهم يقول لأصحابه يقولون كان هنا ماء. ايش معنى هذا؟ شربوها ونشفت وهم ما يزالون يمشون. كم عددهم هؤلاء؟ عدد مهول.
فلا يقبلون على مكان إلا أفسدوا فيه ويهلكون الأخضر واليابس. يا رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يقول لعيسى بن مريم إنه قد خرج أقوام لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا يمكن أن يقاتلهم ولا يواجههم أحد، فافزع إلى الطور. فيذهب عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى الطور، إلى الجبل، ثم يصلون إلى أرض فلسطين. فإذا وصلوا إلى هناك يكونون نشروا الشر في كل مكان وأفسدوا، يعني شرهم آذى الناس. فيفزع عيسى بن مريم إلى الله أن يخلص الله المسلمين من شرهم. وهنا تظهر قوة الله عز وجل. يرسل الله عليهم دود اسمه النغف يتسلط على رقابهم، دود ينتشر فيهم في رقابهم، فيقتلهم الله كلهم في ليلة واحدة، ويتنتهي يأجوج ومأجوج في ليلة. الله أكبر، ما أعظم الله. فإذا ماتوا انتفخت أجسامهم وبدأ يظهر دودهم وروائحهم، فعندها يدعو الله عز وجل عيسى أن يخلص الناس من شرهم، فيرسل الله تعالى طيورا كأسنمة البخت كرقاب الجمال، يعني طيور كبار، فتبدأ تحملهم وترميهم حيث شاء الله، إما إلى البحار أو إلى أي مكان. ثم ينزل الله مطرا لا يبقى منه بيت وبر ولا مدر إلا دخله هذا المطر. هذا المطر ينتشر في الأرض فتعود البركة إلى الأرض مرة أخرى التي كانت في عهد آدم عليه الصلاة والسلام. من وصف البركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يجتمع القوم اللي هم من 3 إلى 9 رجال يستظلون في قشر الرمانة، ليس في قشر في ظل شجرة الرمان، لا، الرمانة نفسها من حجمها وضخامتها أن 7 رجال يجلسون تحتها من شدة البركة التي تنزل في الأرض. يقعد عيسى بن مريم 7 سنوات يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى التوحيد، فيدخل الناس في دين الله أفواجا، ويحج بيت الله ويعتمر، ويجلس 7 سنوات والأرض كلها أصبحت تعود إلى الدين أفواج مع خير وأمطار وبركة تخرج في الأرض، تعود يعني الأرض بكر كما كانت جميلة. ثم يموت عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. الآن انتهت 3 علامات من علامات الساعة الكبرى. بعد ما يموت عيسى ويكون الناس ارتاحوا واطمأنوا، يعود الشيطان مرة أخرى يفسد في الناس، ثم بعد ذلك يعود الناس إلى الضلال، فيخسف خسف في شرق الأرض يتحدث الناس فيه. الخسف ما هو؟ مدينة كاملة يخسف بها في ليلة واحدة، فيبحث عنها لا توجد، يعني ما هو خسف بسيط، لا، خسف يتحدث فيه كل الناس. وبينما الناس يتحدثون في ذلك الخسف، هذه العلامة الرابعة، إذا بخسف آخر في غرب الأرض، ثم خسف آخر في جزيرة العرب. الآن كم علامة؟ 6 علامات من علامات الساعة. ثم بعد ذلك يخرج دخان يملأ ما بين السماء والأرض، يغشى الناس كما قال الله عز وجل، يتأذى منه المؤمنون كالزكمة مثل الحساسية، ويتأذى منه غير المؤمنين أذى شديدا. هذا الدخان يغشى الأرض كلها، كل الأرض يغشاها هذا الدخان، يعني ليس دخان غبار في منطقة، لا، كل الأرض. ثم ينقشع هذا الدخان. هذا الدخان هو انذار لآخر 3 علامات، وهي التي قال الله فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. 3 الأخيرات هي الختامية. 7 أو عفوا 8 اللي هي أول 3 الأخيرات، أن تخرج الشمس من مغربها وليس من مشرقها. هي تخرج دائما من المشرق، الآن تخرج من المغرب، وبمجرد ما أن تخرج الشمس من المغرب
تضع الملائكة أقلامها فلا توبة ترفع ولا عمل يقبل ولا دعاء يسمع. خلاص انتهى، الآن بدأ التجهيز ليوم القيامة. تخرج الشمس في بعض الروايات أنها تخرج 3 أيام متتابعة، تخرج ثم تخرج ثم تخرج ثم تعود تخرج من مشرقها كما كانت. بعد ذلك الناس خلاص الآن تجلت لهم العلامة، وبدأ الرعب في الناس، بدأ الخوف، بدأ اليقين، بس خلاص ما فيه لا صلاة ولا عبادة ولا طاعة، انتهى. ثم تخرج دابة تكلم الناس كما قال الله عز وجل، تدور في الأرض. هذه الدابة في حديث ضعيف أن من واجباتها ومهامها أنها تسم الناس، يعني تحط عليهم وسم، هذا مؤمن هذا كافر، هذا مؤمن هذا كافر، تلبث فترة ثم تموت الدابة. ثم تخرج آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي نار تمشي مثل السيل. فيها روايتين أنها تخرج من بحر اليمن من الجنوب، وفي الرواية الأخرى أنها تخرج من شرق الأرض. المهم أن هذه النار تبيت مع الناس حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يعني إذا جاء الظهر وقفت، وإذا جاء الليل وقفت، وإذا انتهى الليل مشت، والناس تهرب منها. سيل حميم، نار تسوق الناس، تجمع الناس، كل أهل الأرض يجتمعون في أرض محشر الدنيا وهي الشام. فإذا اجتمع البشر، كل البشر اجتمعوا في أرض الشام، يبعث الله تعالى ريحا طيبة كالحرير لا يشمها مؤمن أو أحد في قلبه لا إله إلا الله إلا يموت مباشرة. تمشي هذه الريح وتقتل تقتل تقتل، فلا يبقى مؤمن على وجه الأرض. ويرفع القرآن ويرفع كل شيء فيه اسم الله، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. فكيف تقوم الساعة؟ صاحب القرن اللي هو اسمه إسرافيل واضع البوق في فمه منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر هذه اللحظة، فينفخ الصور نفخة واحدة، صعقة، نفخة قوية، صوت. شفت البرق، شفت الصاعقة إذا نزلت مثلها، صوت رهيب جدا، كل من يسمعه يصعق مباشرة. يبدأ هذا الصوت، أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيموت، يرتفع الصوت، يا سيتبايعون يموتون، يرتفع الصوت، يمر الصوت كذا يمشي مثل الريح السريعة، فلا يسمعه أحد إلا ويموت. ويبدأ الموت في الناس، يبدأ الموت، الصوت يمشي والناس تموت تموت تموت، البهائم تموت، الدواب تموت، البشر يموتون، والصوت يرتفع حتى يصل إلى السماء فتموت الملائكة، فإذا مات الملائكة اضطربت السماء، والصوت يرتفع، والسماء تبدأ تمور، السماء مورا، تبدأ تتقلب، تكون وردة كالدهان، النجوم تنكدر، الشمس والقمر يصطدمان، السماء كانت محجوبة، ثم تبدأ الشهب تنزل على الأرض، والنيازك تخرج على الأرض، ثم بعد ذلك تتفجر الأرض، تتزلزل، تدك الأرض دكا دكا، وتتفجر الأرض ببراكينها، فتمشي البراكين إلى البحار، فتسجر البحار، نار في السماء ونار في الأرض ونار في البحر، والناس تصيح ما لها ما لها، والصوت يمشي ويقتل يمشي ويقتل، حتى إذا انتهى الصوت وإذا كل من في السماوات والأرض قد مات إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، كلهم يموتون إلا من شاء الله. من هم؟ الله عز وجل ينادي ملك الموت: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الفقير، لم يبق إلا 4 لم يموتوا. فيقول الله لملك الموت: اقبض أرواحهم. فيموت جبريل وميكائيل وإسرافيل، ثم يسأل الله ملك الموت: من بقي؟ فيقول: لم يبقى إلا عبدك الفقير. فيقول الله له: مت.
فيموت، فيطوي الله تبارك وتعالى السماوات السبع بضخامتها بيمينه والأراضين السبع بيمينه، ثم يرجفها 3 رجفات، ومع كل رجفة ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وتنتهي بذلك الدنيا كلها، ولا يبقى إلا الله الحي قبل كل حي، والحي بعد كل حي، والحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى الواحد الأحد الملك. عندما تؤمن بهذه الحقيقة أسألك سؤال مهم: ما قيمة هذا الملك في قلبك؟ هل أوامره معظمة في قلبك؟ هل نواهيه معظمة في قلبك؟ كل شيء هالك إلا وجه الله عز وجل، فهل عظمت الله في نفسك؟ لازم هنا نرى أثر الإيمان في حياتك. هذا المطلوب، ليس المطلوب أن تعرف القصة، المطلوب أن تعرف أنه ليس هناك ملك إلا ملك الله. إذن أنا وأنت عبيد لله، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بعد أن تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات، نحن كلنا موتى، كلنا. وعندما أقول نحن أقصد أنا وأنت، كلنا موتى، كلنا نفنى، ولا يبقى فينا إلا عظم صغير في العصعص. هذا العظم هو الذي سينبتنا الله به من خلاله مرة أخرى. أجسادنا تفنى، لكن أرواحنا لا تفنى أبدا. أنت تحمل في جسدك روح، هذه الروح ابتدأت معك لما كان عمرك 120 يوم في بطن أمك، وستستمر ولن تفنى أبدا هذه الروح. الذي يفنى ويتغير هو جسدك أنت، أما روحك فهي خالدة، ولكنها تتنقل من مرحلة إلى مرحلة. لذلك هذه الروح عند الله بعد موتك، أين؟ الله أعلم، لكنك ستنبت من جديد. فكيف ننبت؟ بعد أن تبدل الأرض وتبدل السماوات، يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر. طبعا الفترة ما بين نهاية العالم وبداية العالم من جديد 40 كم؟ الله أعلم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها 40 يوم، 40 سنة، ما ندري، الله أعلم. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث كم، لكنه ينزل مطر. هذا المطر نبدأ نحن ننبت من جديد، تظهر أنت جسمك يرجع كما كان، ترجع بصحتك، ترجع بشكلك مرة أخرى، لكننا جثث هامدة. ثم يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية انطلقت الأرواح حيث شاء، من حيث المكان الذي أعدها الله فيه، فتنطلق إلى أجساد العباد مرة أخرى، وروحك ترجع إلى جسدك. لا يمكن أن تخرج روحك إلى جسد شخص آخر. ثم بعد ذلك نقوم مرة أخرى. منا من يقوم وهو سعيد. لماذا؟ لأن معه علامة جميلة، إما أنه مات قارئ لكتاب الله، أو تائب، أو صائم، أو حاج، أو معتمر، أو مطيع، أو على طاعة، أو متدين، أو خائف من الله. يبعث وهو سعيد. لماذا؟ لأنه وعد وهو في قبره أنه سيؤول إلى الله عز وجل. وهناك من يبعث وهو يصيح: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا هذا، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. خائف. ليه؟ لأنه رأى وهو في قبره أن طاقة الجنة أغلقت في وجهه وفتحت له طاقة النار، ولذلك طول ما هو في قبره وهو يصيح: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، خائف مما هو مقبل عليه. يخرج الناس كيف حالهم؟ حفاة، عراه، غرلا، بهما. حفاة بلا أحذية، عراه بلا ألبسة، غرلا أي القطعة اللحم التي لما ختنت رميت ترجع مرة أخرى لدقة الحساب عند الله عز وجل. بهما مثل خلاص
الأفئدة هواء، يعني إنسان في رعب. وكيف لا يكون في رعب؟ لأنه رأى النار ورأى الجنة إذا كان في قبره، وإذا لم يكن ذلك الإنسان في قبره فهو قد رأى قيامة القيام أو نهاية القيامة وما حدث فيها من أهوال. يعود الناس مرة أخرى، فكيف هي أحوالهم في ذلك اليوم؟ يوم طويل طوله 50,000 سنة كما قال الله جل جلاله. هناك أشكال مختلفة للبشر. أما أولياء الله، وأسأل الله أن نكون منهم، فوالله لن يخزيهم الله عز وجل. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع، هذه القيامة لا تحزنهم أبدا، ولا يشعرون فيها بأي خوف أو رعب، لأن الله وعد ألا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك يخرجون آمنين، يكسوهم الله يوم يعرى الناس، ثم بعد ذلك يخرجون ويقفون مع البشر، وتبدأ الأمور تحدث. خلاص الملك ملك الله. يا فلان أنت رجل قلبك تعلق في المساجد، أخرج. فلا يقف في ذلك الموقف، يذهب إلى ظل الله حيث لا ظل إلا ظله جل جلاله. يا فلان أنت نشأت في طاعة الله، أخرج. يا فلان أنتم تحاببتم في الله، أخرجوا. يا فلان أنت ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك، أخرج. يا فلان أنت تصدقت فكنت صادقا في صدقتك، أخرج. فيخرج هؤلاء كلهم وأنت واقف تتفرج، شوف واحد من هنا وواحد من هنا وواحد من هنا، يذهبون إلى أين؟ إلى ظل الله يوم لا ظل إلا ظله جل جلاله. ثم يأتي الشيبان الذين شابت لحاهم في دين الله في الإسلام، يأتون يبدلهم الله بكل شيبة النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي أمة محمد الذين طالما وضعوا أيديهم ووجوههم يأتون نور كالخيل المحجلة، ثم يخرجون. وهكذا تبدأ كرامات الله على عباده، يخرجهم من هذا المقام. لماذا؟ لأن المؤمن أبدا لا ييأس ولا يبأس، بل تستقبله الملائكة التي أحبته يوم كان في الدنيا حبيب الله عز وجل. ولذلك يأمنون يوم يخاف الناس، ويأكلون يوم يجوع الناس، ويربون يوم يعطش الناس، ويلبسون يوم يعرى الناس. وترى أيضا في ذلك الموقف أقوام طوقت أعناقهم بثعابين ضخمة. هؤلاء هم الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، فتجدهم يعذبون. تجد في يوم المحشر أقوام عراه وقد ألجمهم العرق، لأن الشمس تدنو ليس بينهم وبينها إلا ميل. منهم من يغطيه العرق، تخيل إنسان كأنه في مسبح قد غطي بالعرق. وهناك ترى أقوام مثل الذر يطأهم الناس، أولئك هم المتكبرون. وأيضا ترى أقوام اسودت وجوههم، لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله فسود الله وجوههم. وهناك أقوام يصيحون يا الله يا الله، فلا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تخيل المشهد، تأتي محتاج لله فلا ينظر الله إليك. المتكبرون المسبلون المنانون الذين كانوا يمنعون فضل الماء الذي عندهم، الذين كانوا يحلفون كذبا على كل بيعة يبيعونها، كل هؤلاء لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. يا الله. ويأتي الذين أعرضوا عن ذكر الله وجوههم مسودة عميان. تخيل إنسان يحشر مع الناس أعمى، فيقول يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول الله له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا الذي يحدث يوم القيامة. 50,000 سنة والناس واقفة. المؤمن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه 50,000 سنة كصلاة ظهر أو صلاة عصر. يا الله. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؟
ترى المؤمن يا جماعة الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا دقائق، كل الذي تسمع هذا يمر عليه سريع. لماذا؟ لأنه ضيف على الله، حبيب إلى الله، نجح في الاختبار، لا يمكن أن يخزى أبدا. أما أولئك فاليوم طويل والعقبة كؤود. بعد أن يقف الناس 50,000 سنة يمل الناس ويضجرون فيصيحون: يا ناس خلصونا مما نحن فيه. فينطلقون إلى آدم عليه الصلاة والسلام: يا آدم أنت أبونا، أنت نبي الله، اشفع لنا عند الله نتخلص من هذا الموقف. فيقوم آدم ويقول: أنا قد أكلت من الشجرة وأذنبت ذنبا واحدا في حياتي. آدم عاش في الدنيا أكثر من 1000 سنة يذكر الذنب الذي فعله، وإن الله قد غضب غضبا لم يغضب مثله. اذهبوا إلى غيري. فتنطلق البشرية كلها تمشي، يذهبون إلى من بعده، إلى نوح عليه الصلاة والسلام: فيا نوح اشفع لنا. فيرفض لأنه طلب من الله طلبا خشي أنه قد أغضب الله لما أراد منه أن يعني يغفر لابنه. فينطلق ويقول: اذهبوا إلى غيري. فينطلقون إلى إبراهيم الخليل فيقول لهم: قد كذبت 3 كذبات. ثم يقول: اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيرفض الشفاعة لأنه قتل إنسان في حياته. ثم بعد ذلك يقول: اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى عيسى، فإذا وصلوا إلى عيسى يرفض الشفاعة. فإذا وصلوا إلى حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها أنا لها أنا لها. ويسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، ويقول الله له: ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى واشفع تشفع. فيرفع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رب أمتي أمتي. فيقول الله له: أخرج من أمتك 70,000 الآن يذهبون إلى الجنة بلا حساب ولا عقاب. الله أكبر. ثم بعد ذلك يطلب من الله أن يبدأ الحساب، فتكون شفاعته شفاعتين: شفاعة عظمى للبشرية كلها أن يبدأ الحساب، وشفاعة خاصة أمتنا التي نحن منها، والحمد لله أننا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بعد ذلك؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق عندما يسجد تحت العرش سجود عظيم طويل، فيهيئ له الله عز وجل من التسابيح والتحاميد الشيء الذي لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكرمه الله فيقول: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام للبشر أن يبدأ الحساب، وله هو عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة في ذلك الموقف. فمثلا الكرامة العظمى التي يهبها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأذن له أن يدخل من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يعني هؤلاء لا يمرون لا على ميزان ولا على حساب ولا يعديهم الله عز وجل. وورد في حديث آخر أن مع كل 1000 من هؤلاء 70,000 أيضا، ونسأل الله الكريم من واسع فضله. بعد ذلك تحدث أهوال وأمور عجيبة، بينما الناس في ذلك الموقف الرهيب العظيم، وبعد أن يأذن الله عز وجل يأتي ربنا لفصل القضاء. يقول الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي ربنا عز وجل إتيان يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين العباد. وأول من يأتي ملائكة تحمل العرش،
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. حملة العرش قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه ومنكبه، ما بين شحمة أذنه ومنكبه يطير الطائر 700 سنة ما يصل، فكيف من رأسه إلى قدميه؟ 8 ملائكة تحمل عرش الرحمن. ثم يأتي ربنا عز وجل ولكن لا أحد يراه، لأن رؤية الله عز وجل لا تكون إلا لمن رضي عنهم وهم أهل الجنة، ولذلك ربنا لا يرى إلا في الجنة. نسأل الله أن لا يحرمنا فضله يا أخوان. ثم بعد ذلك تبدأ الأوامر: يا آدم لبيك وسعديك يا الله، أخرج بعث النار. فيخرج آدم من ذريته من كل 1999 إلى النار، وواحد فقط يذهب إلى الجنة. ينادي ربنا عز وجل نوح: يا نوح هل بلغت الرسالة؟ فيقول: نعم يا رب بلغتها. فيسأل قوم نوح: هل بلغكم نوح بالرسالة؟ قالوا: ما بلغنا بشيء. 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، ثم يجحدونه في ذلك المقام. فيقول: يا نوح هل معك أحد يشهد لك؟ قال: نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيشهدون ونشهد نحن على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لأننا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم بعد ذلك يسأل موسى: يا موسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول: يا رب ما قلنا، ونبرأ إلى الله من هذا الأمر. إلى عيسى، نعم، استغفر الله. فيبرأ إلى الله عز وجل من هذا الأمر وأنه ما قاله. المهم أن الله يسأل الأنبياء ليثبتهم. يبدأ السؤال للأنبياء نبي خلف نبي، ثم بعد ذلك يأمر الله تبارك وتعالى كل أمة أن تتبع لواء نبيها، فتأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلف لوائه، وأمة نوح وأمة إبراهيم وأمة كل نبي من الأنبياء ومن كان معه. ثم بعد ذلك يبدأ العرض، عرض الأعمال. الله سبحانه وتعالى ما أتى لذلك الموقف إلا ليقيم الحجة على العباد، ولكي لا يعذب أحد بغير جريرته التي ارتكبها، ولا يكافأ أحد بغير عمله الذي قدمه، لأنه لا تظلم في ذلك الموقف النفس مثقال ذرة. يبدأ العرض، عرض الأعمال على العباد. ثم كل شخص يبدأ يقرأ أعماله ويوضع كتابه عنده، وهناك قواعد في ذلك العرض. القاعدة الأولى أنك أنت تقرأ كتابك بنفسك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القاعدة الثانية أن الشاهد عليك منك أنت، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وتشهد الجلود بما كان الناس يعملون. ولذلك العبد عندما يبدأ يجادل ويلقي معاذيره كما قال الله تعالى: يخرس الله لسانه فترتفع اليد وتقول يا ربي أنا كتبت، والعين تقول وأنا رأيت، والأذن تقول وأنا سمعت، واللسان يقول وأنا نطقت، والقدم تقول وأنا مشيت، والجسد يقول وأنا حملت، ثم يقول الملك وأنا كتبت، ويقول الله تعالى وأنا شهدت، لكنك أبيت إلا أن تفضح نفسك، فيفضحه الله عز وجل. ثم تطير الصحف، صحفنا، أعمالنا التي كنا نعملها، وكل شيء مكتوب يا إخوان. لا تظن أن هناك شيء يضيع.
أسألك سؤال، قبل 10 أشهر و5 أيام أين كنت؟ تذكرون يا إخوان؟ هل تذكر قبل 10 أشهر و5 أيام ماذا أكلت؟ ماذا قلت؟ ماذا عملت؟ ما تذكر. لكن كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، موجود في الكتاب الذي سوف تقرأه. وهذا العرض هو التجهيز لما هو بعده. ما الذي بعد العرض؟ بعد العرض تنصب محكمة عظيمة شهودها جوارحك جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. المتهم أنت والقاضي الله جل جلاله. فلا ظلم ولا رشوة ولا تزوير ولا خداع، هذا اسمه الحساب. من يحاسب يهلك، لن يحاسب أحد ذلك الموقف إلا ويهلك. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب فقد هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب إيش؟ حسابا يسيرا. قال: يا عائشة إنه ليس الحساب، والله لو يحاسبنا الله عن كل ريال من أين أخذناه وفيما أنفقناه والله لهلك. ولو يحاسبنا الله عن شبابنا فيما أمضيناه فعلا بالدقة وكل شيء والله نهلك. ولو يحاسبنا الله على كل كلمة قلناها والله نهلك. لكن الله عز وجل يعرض علينا أعمالنا ليقرها، فنعلم إذا رحمنا أنه إذا نجونا أننا لم ننجو إلا برحمة الله عز وجل. ولذلك عندما تبدأ المحكمة ينادى الإنسان: يا فلان ابن فلان، فيقوم العبد. تخيلوا يا أحبابي المشهد، تخيل المشهد وأنت تقبل على الله، البشر كلها خلفك تنظر إليك، فيهم الأنبياء وفيهم حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وأنت مقبل فتدخل تعلم أنك ستقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية، وسيوضع أمامك كتابك تقرأه بنفسك. والله موقف رهيب يا أخوان، وهذا نحن كلنا سنمر بهذا الأمر. لكن ما الفرق؟ أن من رضي الله عنهم، وأسأل الله أن نكون منهم، عندما يقفون بين يدي الله يسترهم الله فلا يراهم أحد إلا الله، يغشاه ستر كذا من الله عز وجل، خلاص ما عاد ينظرون الناس إليه، ما يدروا وين راح. فيقف أمام الله فيقول الله تعالى: ألم تفعل في يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ أما فعلت في اليوم الفلاني كذا؟ أما نمت ذلك اليوم عن الصلاة؟ أما قلت ذاك اليوم في فلان وفلان؟ أما سمعت؟ أما أعطيت؟ أما بعت؟ أما وهذا ينظر 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 يقول: نعم نعم نعم، وهو خائف. تخيل الموقف الحين، أنت لو أنك سوف تقف أمام، أنت ماشي في الشارع يوقفك جند المرور من أجل أن يسألك، لقلبت معك رخصك معك أوراقك، وبدأ الخوف ترتعد حتى يذهب وهو بشر. فكيف الوقوف بين يدي الله؟ ولذلك العبد المؤمن عندما يقره الله بكل هذا يقول الله له: لقد قلبنا سيئاتك هذه كلها إلى حسنات. رضي الله عنك، خلاص. وإذا رضي الله عنك يرضيك. شوف يا جماعة، الله ماذا يقول؟ يقول: رضي الله عنهم وإيش؟ ورضوا عنه. يعني أنت الآن عندما يرضيك الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فلا تخرج إلا وأنت راضي. ولذلك يفرح العبد، ثم يقول الله له: خذ كتابك، فيحمل كتابه بيمينه ويخرج إلى الناس ويقول: هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. العبد الآخر الذي يحاسب وهو قد يكون من المشركين أو إلى آخره، المهم إذا حوسب ونوقش خلاص يهلك، لأنه لن يستطيع أن ينجو أبدا. فإذا أقر بما عمل يقول الله له: خذ كتابك بشمالك. فكيف يؤخذ؟
تلوى ذراعه خلف ظهره ثم يلصق الكتاب في ظهره ويخرج وهو مطأطئ رأسه: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيأتي الأمر كالصاعقة: خذوه فغلوه. غلوه يعني ربطوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شوف ما معنى اسلكوه؟ تدخل من دبره وتخرج من فمه. وعرض السلسلة 70 ذراع. 70 ذراع يعني تقريبا 40 متر عرضها، يعني عرض هذا المسجد السلسلة. ثم يسحب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، فيرمى في جهنم. ثم يأمر الله تعالى كل أمة أن تتبع ما كانت تعبد: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فيساق أولئك الكفرة إلى النار ويذهبون إلى جهنم. ثم بعد ذلك يبقى من رضي الله عنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وباقي الأمم. ينتهي الحساب، ينتقلون بعدها إلى شيء اسمه الميزان. الميزان له كفتان. الكفة الواحدة تسع السماوات والأراضين من ضخامتها، ومن دقتها ودقة صنع الله أن الذرة بل الخردلة تزنها. التمرة نواتها القطمير، هذا النواة عليها غشاء، كم وزن هذا الغشاء بالله؟ هذا يرجح في كفة الميزان من دقة صنع الله عز وجل. ثم بعد ذلك يوزن العبد بأعماله، أنت وأعمالك توضع، فإن رجحت حسناتك على سيئاتك نجوت، وإن رجحت سيئاتك على حسناتك عذبت. أنت ما وصلت لهذا المكان إلا أنك من أهل لا إله إلا الله، يعني أنت نجوت من قضية الخلود في النار، لكن قد تحاسب، قد تمر على الصراط والنار وغير ذلك، الله أعلم. لكن المهم أنك أنت نجوت الآن من قضية الدخول والخلود في جهنم. ومن الناس من تتساوى حسناته مع سيئاته. فهنا توزع الأنوار على العباد، هذا نور قوي وهذا نور ضعيف وهذا مثل الشمعة. لماذا وزع الأنوار؟ لأنه ما بعد الميزان أرض مظلمة، ظلام دامس يمشي فيه الناس على أنوارهم التي معهم. فلذلك يبدأ المنافقون يصيحون: انظرونا نقتبس من نوركم، أعطونا من نوركم الذي أعطاكم الله. ويضرب بينهم بحجاب وبحاجز، جدار ظاهره من قبلهم العذاب ومن قبل المؤمنين الرحمة. وينادونهم المنافقون: ألم نكن معكم؟ فيقولون لهم: ارجعوا فالتمسوا نورا، روحوا للدنيا اللي كنتم مستهترين بالله ولا تؤمنون بالله، روحوا جيبوا لكم نور الآن. فيأخذ العبد النور على قدر أعماله وطاعاته، أسأل الله أن نكون من الموفقين للخير. ثم بعد ذلك يمشون بهذا النور في الظلام. المؤمنون ماذا؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وش يتمنون؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شوف المؤمن همه بس أن النور يكتمل، لكن أولئك القوم لا، يتمنى شمعة تضيء له الدرب. إلى أين يذهب الناس بعد ذلك؟ يذهبون إلى أخطر مرحلة من مراحل يوم القيامة، ألا وهي المرور على الصراط. إذا أقسم الله يا كرام فلا بد أن ننتبه، فقسم الله عظيم. ربنا أقسم بنفسه فقال: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ساقطون على ركبهم ثم لننزعن. النزع هو الجذب بشدة من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. لماذا كل هذا القسم يا رب؟ قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. أمر منتهي،
كل الخلائق بما فيهم الأنبياء سوف يمرون على الصراط. الكفرة ظلام ما يرون شيء. النار عمقها قعرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع بعض أصحابه فسمع صوت ضربة فقال: تعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسول أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 سنة الآن وصل إلى قعرها. تخيلوا يا أخوان، نار عمقها 70 سنة، كم هذا العمق؟ يعني أنت لو تبي تقذف حجر من الطائرة التي ترتفع 10 كيلو عن الأرض قد يأخذ دقائق حتى يصل إلى الأرض، أليس كذلك؟ فكيف بعمق 70 سنة؟ والصراط مضروب على متن جهنم، أدق من الشعرة، أحد من السيف، وله روغان وحوله كلاليب وظلام دامس، وتمشي بالنور الذي أنت كسبته بأعمالك الطيبة. ولذلك المؤمنون، وأسأل الله أن نكون منهم، ينطلقون كالبرق، بل إن بعضهم تقول له النار: يا مؤمن أسرع فإن نورك أطفأ ناري. ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من يزحف يعني جالس على مقعدته ويزحف زحف، لأن هذا هو النور الذي معه وخايف لا يطيح تحت جهنم. ومنهم من لا نور معه فتخطفه الكلاليب ثم ترمي به في النار. أما المؤمنون والموحدون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، الذين فيهم منافقين وفيهم كذابين وفيهم عصاة، فإنهم إذا سقطوا في النار فإنهم لا يذهبون إلا إلى الطبقة الأولى من النار، ومجرد ما يقعون يحترقون فيكونون كالفحم. وهذا من رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تبدل جلودهم ويموت ويحيا ويموت ويحيا، لا، يحترق ويبقى في النار، لكنه يحرم من دخول الجنة. المنافقون يذهبون في الدرك الأسفل من النار، الكفار في درجة أعلى من درجات المنافقين، والنار دركات كما تعلمون. ثم بعد ذلك الأنبياء كل منهم واقف على متن هذا الصراط ويقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. بعد أن ينتهي البشر من تجاوز الصراط يسقط في النار من كتب الله عليه النار، وينجو أهل لا إله إلا الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل الأمم. فإلى أين يذهبون؟ جاوبوني. تعدوا النار، وين يروحون؟ الجنة؟ لا، باقي الجنة مشوارها طويل. يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قنطرة جسر كبير بين النار وبين الجنة يقفون فيه. لماذا يقفون؟ كل هؤلاء الذين وصلوا لهذه المرحلة كلهم مرحومون وكلهم أهل الجنة، لكن ما يزال هناك حسابات بينهم هم. أنت أبوك أخطيت في حق أبوك، أنت زوجتك أخطيت في حق زوجتك، أنت جارك أخطيت عليه هذا. ولا بد أن تصفى القلوب، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. لا بد أن تتصافى النفوس، ولذلك يبدأ الحساب بين هؤلاء. أنت أخطيت على هذا نأخذ من حسناتك ونعطيه، وأنت أخطأ عليك فلان نأخذ من حسناته ونعطيك، وهكذا هكذا حتى تتصافى النفوس. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الثالثة بأن يدخل أهل الجنة الجنة فلا يدخلها أحد قبله عليه الصلاة والسلام، ويكون هو أول من يدخلها. فإذا دخل أهل الجنة إلى الجنة ينظر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا ما يزال في أمته من لا يزال في النار سقطوا في الصراط، فيلجأ إلى الله عز وجل: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول الله لملائكته: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيذهبون ويخرجون خلقا كثير من النار. ثم يقول الله: أخرجوا من كان في قلبه مثقال نصف دينار.
فيذهبون ويخرجون من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان. وما يزال النبي صلى الله عليه وسلم يشفع: يا رب أمتي، لا أزال أراهم موجودون في النار، يا رب أمتي. ثم يقول الله: أخرج من كان في قلبه لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله ولو مرة أخرجه، فيخرج خلق كثير. ثم يقول الله للملائكة الذي يأذن الله لمن يشاء بالشفاعة: الشهداء يشفعون والصالحين يشفعون، ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيشفع البشر، فإذا انتهت البشر من الشفاعة والأنبياء من الشفاعة، يقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع الصالحين، شفع الشهداء، وبقي شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل جلاله قبضة بيده على أقوام لم يعملوا خيرا قط، ثم بعد ذلك يرمون في نهر في الجنة فينبتون من جديد، ويسمون هؤلاء بعتقاء الله من النار. ثم بعد ذلك يدخل أهل الجنة الجنة، ويبقى مكان في الجنة لم يمتلئ بعد، فيخلق الله أقواما ليملأوا الجنة، لأن الله عز وجل قال عن الجنة والنار أنه سيملأها: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لا بد أن تمتلئ الجنة ولا بد أن تمتلئ النار، ولذلك الجنة تمتلئ، ثم يأتي ربنا إلى النار فيضع قدمه عليها فتنزوي، لأن النار تنادي: هل من مزيد، هل من مزيد، ثم تنزوي على بعضها فتغلق. ثم يأمر الله عز وجل أن يؤتى بكبش عظيم فينادى: يا أهل الجنة، فيلتفتون: نعم. يا أهل النار، نعم. أهل الجنة عندما ينادون يخافون أن يكون هناك ما يزال حساب آخر: يا رب ماذا، ما انتهينا خلاص. وأهل النار عندما ينادون يستبشرون: لعل في رحمة، لعل واحدة منها الشفاعات تخرجنا. فيريهم الله الموت على شكل كبش، فيقول: أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيقول الله عز وجل: يأمر الله بقتله، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وبذلك انتهت القصة، ودخل أهل الجنة إلى جنتهم، ودخل أهل النار إلى النار. هذا الأمر هو الذي سنواجهه غدا. ما بيننا وبين هذه الأحداث إلا أن نموت فقط. قد تخرج الآن بحادث سير وتموت، قد تصلي معنا الآن الفجر نصلي عليك في الراجح، ما تدري، الموت يأتي بغتة. فهل نحن يا إخوة مستعدون لهذا الموقف؟ يا إخوان، أنا لم أذكر لكم قصص من التاريخ، أنا ذكرت لكم حقائق. ولذلك كان دائما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا إخوة، عندما نتصور أن هناك يوم سنقف فيه بين يدي الله حفاة عراة غرلا، والله إننا نتعلق بالله ونرجو ما عند الله. ربنا يا إخوة رحيم كريم، ما نزل الله كل ليلة في الثلث الأخير ليسمع دعاءنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما بسط يديه بالتوبة للمعاصين في الليل والنهار إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فتح الله أبوابه للسائلين إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما فرح الله بتوباتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا، وما ضاعف الله من حسناتنا إلا أنه يريد أن يرحمنا. فلنبادر إلى الله يا إخوة ولا نتأخر، لا نأتي يوم القيامة حسناتنا قليلة. أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يحبسون لا يذهبون إلى الجنة ولا إلى النار، ينظرون إلى الجنة فيتمنون أن يدخلونها وهم يطمعون، يتمنون ذلك لكن ما يستطيعون. لماذا؟ صار عندهم 1,000,000 حسنة و1,000,000 سيئة. يعني يمكن لو قال سبحان الله بس واحدة زاد دخل الجنة، يمكن لو تصدق ذاك اليوم بريال دخل الجنة. شفت الحسنة هاي البسيطة ذي اللي احنا نحتقرها، يمكن خطوة زادها للمسجد، مو بالعادة يجي مثلا 100 خطوة، زاد خطوة 101 دخل الجنة. فلا تحتقر الحسنة، ابحث عنها. يوم القيامة زادك الذي ينفعك بعد رحمة الله عز وجل هو حسناتك، أعمالك الصالحة. يوم القيامة يا أحبابي سنقف نوزع حسناتنا على الناس. كم شخص اغتبناه
كم شخص تعاملنا معه وأخطأنا في حقه، أنا أنسى وأنت تنسى، الله لا ينسى. ولذلك كثر حسناتك وأكثر من أعمالك الصالحة، حتى إذا أتيت يوم القيامة وإذا معك زاد يكفيك لا تأتي كذلك الخاسر المفلس الذي يوزع حسناته على الناس.